فلنتخيل كده ان المصحح بيقرأ موضوع التعبير اللي احنا بنكتبه. تعالوا نشوف العجب. صباح الخير، صباح الخير عليكم جدا جدا يا حبايب قلبي، اقسم بالله النهارده هنقرأ مع بعضينا مواضيع التعبير اللي انتوا كاتبينها. ليه يا مستر كده؟ ليه؟ خلينا ناخد درس جديد احسن. انا هبدأ بيك انت ولد، شكلك شاطر. اسمك ايه؟ يا ساتر يا رب. اسمي خالد. خالد عادل. خالد عادل ورقتك هي خالد. خالد كاتب لافتة عن الوالدين، بر الوالدين اهم من ابوك وامك. ايه ده يا خالد؟ مستر ممكن اروح الحمام؟ اصبر بس لما نشوف موضوع التعبير عن الام. يجب علينا ان نحافظ على الام لان رضا الام اهم من رضا البحراوي. يا مستر انا كاتب الثلاث صفح 65 سطر زي ما طلبتوا، اديني الدرجة مش لازم تقرأ. اصبر بس. فيجب علينا ان نهتم بالام لان الام يجب ان نهتم بها، فمن المفترض ان الام بها نهتم، ومن المهم ان نهتم بالام. بحب امي بزيادة. فالام هي التي حملتنا في بطنها 9 اشهر، وفي 9 اشهر ذلك قامت حرب بريطانيا على اسيا، وهنا تدهور المناخ الطبيعي في مصر. فين الام في كده؟ استاذ هو انا مش كتبت الثلاث صفح؟ لكش دعوه بقى استاذ.